السلام عليكم، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة دليل دخول ستيم لعام 2026. لو انت ناوي تقدم لستيم فمتأكدة ان من اكتر الحاجات اللي شغلك دلوقتي هي امتحان القبول بيكون عامل ازاي، هتمتحن في ايه، كام سؤال، الوقت بيكون قد ايه، وهل الامتحان فعلا صعب زي ما الناس بتقول. وانا فاكرة وانا في تالتة اعدادي ان كنت بدور على كل معلومة ممكن تساعدني اعرف انا داخلة على ايه، لان مجرد ان انت تعرف ان في اختبار قبول مش كفاية، لازم تعرف طبيعة الاختبار نفسه وايه اللي مستنيك جوه اللجنة، واهم حاجة تعرف ده من شخص جرب فعلا التجربة دي. فعشان كده في فيديو النهاردة اشرح لك اختبار القبول ستيم من الف للياء عامل ازاي. هنتكلم بالتفصيل عن شكل الامتحان، الايام والفترات والمواد وعدد الاسئلة والوقت وطبيعة الاسئلة وايه اللي كان سهل وايه اللي كان محتاج تفكير اكتر من تجربتي الشخصية. وفي اخر الفيديو هقولك ايه المفروض تبدأ تعمله دلوقتي خصوصا ان موعد الاختبار قرب. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة، الامتحان بيكون امتى وفين؟ خلينا نبدأ بحاجة ناس كتير بتكون مش عارفاها. اختبار القبول بتاع ستيم مش بالضرورة ان كل الطلبة بتمتحن في نفس اليوم وفي نفس الفترة. في السنوات اللي فاتت الامتحانات كانت بتتوزع على اكتر من يوم، غالبا حوالي 3 او 4 ايام على حسب ما اتذكر يعني. وكل يوم بيكون فيه اكتر من فترة امتحانية، 3 فترات، فترة صباحية وفترة بتاعة الظهر وفترة مسائية. واليوم والفترة المحددين ليك بيظهروا ليك من خلال الموقع اللي انت قدمت عليه. هتلاقي موجود المكان واللوكيشن، مكانه فين بالظبط والميعاد امتى وانت انهي فترة كمان. فمهم جدا انك تتابع البيانات الخاصة بتقديمك باستمرار. كمان مكان الامتحان بيكون في محافظتك بس مش شرط يكون قريب من جدا من بيتك، ممكن يكون بعيد عادي يعني. فأوقات بيبقى محتاج مشوار ووقت في المواصلات، فعشان كده أول ما تعرف مكان الامتحان ما تنساش ان انت تعرف المكان بالظبط وتشوف هتروح ازاي والوقت اللي تحتاجه عشان توصل. لان اخر حاجة انت محتاجها يوم الامتحان انك تكون قلقان بسبب الطريق او خايف تتأخر، فاعمل ده من بدري عشان ما تتزنقش في الاخر. طيب الامتحان نفسه بيكون من ايه او بيتكون من ايه؟ عندنا 4 مواد اساسية: English, Math, Science و IQ. ودي نقطة مهمة جدا لان كل مادة من دول محتاجة طريقة مختلفة في الاستعداد. برضو الامتحان بيجيلك متاح ليك ان انت تمتحن باللغة العربية لو انت كنت مدارس عربي، ولو انت لغات بتمتحن باللغة الانجليش عادي اللي انت كنت اصلا بتدرس بيها. طبعا عرفنا ان كل مادة من دول محتاجة طريقة مختلفة في الاستعداد، ما ينفعش تتعامل معاهم كلهم بنفس الطريقة. لكن قبل ما اتكلم عن كل مادة خليني اوضح حاجة مهمة جدا بالنسبة للارقام. ارقام الامتحان، الارقام اللي هقولها دلوقتي دي هي ارقام امتحان سنة 2025 واللي قبلها، وهي السنة شخصيا اللي انا امتحنت فيها السنة اللي فاتت 2025. لكن السنة دي مش متأكدة قوي بصراحة اجيلكوا ايه، لان انتوا اصلا اتغير لكم شكل القبول نفسه، ان هو يعني اختبار القبول وفي حاجات تانية جنب اختبار القبول عشان تتقبلوا. فبصراحة مش متأكدة، بس انا هقولها عشان برضو تعرفوا شكل النظام اللي انا جربته. لكن لازم تاخد بالك ان عدد الاسئله والوقت والتفاصيل والحاجات دي ممكن تتغير السنه دي، فما تعتبروش ان ارقام 2025 هي نفسها اللي هتجيلكم في 2026 الا لو الاعلان الرسمي للسنه اكد ده. في امتحان 25 كان عندنا في الانجليش حوالي 20 سؤال في 40 دقيقه، الماث كان 20 سؤال في 40 دقيقه، الساينس كان 20 سؤال في 40 دقيقه، اما الاي كيو فكان 35 سؤال في 40 دقيقه. فلو حسبناها هنلاقي ان الوقت مش مفتوح قدامك خالص، حرفيا ممكن كل سؤال تحتاج فيه دقيقتين، وكمان الاي كيو دقيقه الا كمان عشان تحلها فيها. وده معناه ان واحده من اهم المهارات اللي محتاج تتعلمها قبل الامتحان هي اداره الوقت. مش معنى انك قابلت سؤال صعب انك تفضل واقف عنده لحد ما الوقت يخلص، وبالتالي الامتحان يضيع منك، لان انت مطالب منك ان انت تعدي النص في كل امتحان وفي الاخر هيرتبكم يعني. فلازم تعرف امتى تحاول وامتى تعدي السؤال وترجع له لو الوقت سمح، وامتى تهبط زي ما بنقول كده. ودي حاجة هنتكلم عنها اكتر في فيديو خاص عن يوم الامتحان وازاي تتعامل معاه ومع الوقت والاسئلة. طيب مستوى الامتحان عامل ازاي؟ ودي يمكن اكتر حاجة بتخوف اي حد داخل الاختبار. هل الامتحان سهل، هل صعب، هل مستحيل؟ بصراحة ولا ده ولا ده. يعني ما تدخلش وانت متوقع ان كل الاسئلة سهلة وتخلص بسرعة، وفي نفس الوقت ما تدخلش وانت مقتنع ان الامتحان معمول عشان يسقطك. هتلاقي اسئلة سهلة واسئلة متوسطة واسئلة اصعب ومحتاجة تفكير وتركيز اكتر، وده طبيعي جدا، لان في النهاية انتوا كلكم متفوقين وهم عايزين ياخدوا احسن ناس، لان الهدف برضو مش ان كل الاسئلة تكون بنفس المستوى. طيب تجربتي بقى مع المواد كانت عاملة ايه؟ انا كنت في اخر يوم وكنت اول فترة في الاخر يوم ده. فانا كان بالنسبة لي ان الانجليش والساينس كانوا سهلين جدا الحمد لله، لكن الماس كان محتاج شوية تفكير فعلا.
أسئلة محتاجة تفكير وإن أنت تبقى معاك ورقة وتحل خطوات وكده. وده مش معناه إن كل طالب هيحس بنفس الإحساس، بالعكس في ناس قبلي جالهم امتحان الماس سهل جدًا وجالهم العلوم صعب جدًا، فبتختلف زي ما قُلت لكم من يوم ليوم، من سنة لسنة كمان، من فترة لفترة. برضه ده مش معناه إن الماس كل سنة هيكون صعب أو أصعب من الساينس، لأ، لإن مستوى الأسئلة ممكن يختلف. فأنا باقول لك تجربتي عشان يكون عندك بس تصوُّر واقعي كده، مش عشان أخوّفك من مادة معيّنة. وكل يوم في أسئلة مختلفة، هم 4 أيام أو 3 أيام كل يوم أسئلة مختلفة. يعني لو عرفت حتى أسئلة اليوم اللي قبلك مش هتستفيد بيها حاجة، لأن أنت أصلًا هييجي لك أسئلة تانية. فبلاش نغش يعني، حتى لو أنت مثلًا طلعت آخر يوم بلاش تعرف الأسئلة برضه، عشان يعني ابدأوا يا جماعة الحاجة بصدق كده وبأمانة، عشان تخشوا وربنا يوفقكم فيه. عشان لو دخلتوا بالغش فده مش أفضل حاجة. وفي نفس الوقت برضه يا جماعة ما تغشوش في اللجنة. أنا الحمد لله لجنتي ما كانش فيها غش وما كانش فيها أي حاجة، فما حسيتش بده. بس في لجان تانية كان فيها الناس يعني كان تسايب شوية، وده مش كتير خالص عشان ما تخافوش، لا بالعكس ده كان يمكن مثلا لجنة او لجنتين في كل محافظتين، حاجة شبه كده. فما تقلقوش يعني. بس يعني ابدأوا بصدق كده واخلاص عشان تكملوا وربنا يوفقكم فيها. طيب نبدأ بقى في الساينس. جزء مهم جدا من الأسئلة بيعتمد فيه ان انت فاهم المعلومة والمفهوم الأساسي اصلا من ابتدائي واعدادي ولا لا. يعني لو انت مذاكر وفاهم هتقدر تتعامل مع السؤال بشكل افضل. وده مش معناه ان كل الأسئلة مباشرة. ممكن السؤال يديك موقف، تجربة معينة، بيانات ويطلب منك تحللها مثلا او تستنتج منها حاجة، معادلة مثلا equation تحلها، حاجة شبه كده. لكن في النهاية لو المفاهيم الأساسية عندك كويسة هتكون في موقف أفضل. وده من تجربتي أو من اللي أنا عرفته طول السنين اللي فاتت كلها لما سألت ناس ستيمرز قبلي برضه ما كنت زيكم. وعشان كده ما تعتمدش على انك تحفظ المعلومة من غير ما تفهمها، ياريت اسأل نفسك ليه وازاي، ولو حصل تغيير في السؤال هل هعرف اطبق نفس الفكرة. دي طريقة هتفيدك جدا. بالنسبة للإنجليش برضو مش الهدف انك تحفظ كلمات وخلاص. لازم تكون متعود على قراءة السؤال وانك تفهم المطلوب بسرعة، وتقدر تعمل كده زي كونكشن ما بين الاختيارات والسؤال بحيث انت تحل في اسرع وقت. خصوصا ان الوقت محدود كمان، وفي باسج في الاخر وعليها 5 اسئلة، هما بيكونوا 20 سؤال. وطبعا ده الاختيارات، والباسج بتبقى 5 اسئلة كمان، يعتبر 25 سؤال توتال في الانجليش. ف يعني حاول تقرأ الباسج برضو بسرعة وتكون فاهم المعنى. كل ما تكون متعود ان انت تقرا انجليش وتفهم المعنى من السياق كل ما ده هيساعدك اكتر. ما تقلقش لو في كلمه معرفتهاش برضو، يعني هتعرف تحلها. وانا شخصيا كنت مهتمه بالانجليش من وانا صغيره، وده ساعدني جدا سواء في الدراسه في ستيم نفسها او في التعامل مع الاختبار. فبرضو لو حد عنده experience حلوه مع الانجليش يعني هيعرف يحل بسرعه. وبرضو الامتحان حتى مش صعب يا جماعه، برضو لو انتوا حتى ما عندكوش experience عاليه، لا الامتحان مش صعب. فلو انت حاسس ان الانجليزي نقطه ضعف عندك ما تنساش لاخر الاسبوع، عشان ما تستناش لاخر الاسبوع عشان تبدا. لكن لو الاختبار قرب جدا، ركز على الحاجات اللي هتفيدك مباشرة بدل ما تحاول تتعلم اللغة من الصفر في كام يوم. طيب بالنسبة الماس ده بالنسبة لي من المواد اللي كانت محتاجة تركيز وتفكير كتير جدا. يمكن ما كانش فيه غير سؤالين بس هما المباشرين او 3 ده في اليوم بتاعي والفترة بتاعتي. ما كانش فيه اسئلة كتيرة مباشرة. كان محتاج كله زي ان انت تحل خطوات وكده عشان توصل للإجابة النهائية. بس انا كنت بستخدم بصراحه تكنيك معين كان بيخليني احل الاسئله بسرعه. يعني انا امتحان الرياضه ده حليته وراجعته كذا مره قبل ما اسلم اصلا، في حين ان كان في ناس اصلا ما كانتش لسه خلصت والوقت عدى يعني والامتحان اتسلم. ف ده بالنسبه لي برضو زي ما قلت لكم من اكتر منطقه محتاجه تركيز، لان ممكن السؤال يكون معتمد على فكره انت عارفها، لكن طريقه عرض السؤال تخليك محتاج تفكر. ف تبدأ منين وتستخدم انهي قانون وفي طريقة اسرع. الحاجات دي كلها هنقولها في فيديو خاص هعمله، اللي هيكون الفيديو بعد ده هقول لكم تذاكروا ازاي قبل الامتحان في اسبوع المراجعة، وتتعاملوا مع كل مادة ازاي في الامتحان. وطبعا اهم حاجة التدريب على حل الاسئلة، مهم جدا. مش كفاية انك تكون عارف القانون، لازم تكون عارف امتى تستخدمه وازاي تستخدمه. عشان كده لما تيجي تراجع الماث ما تقعدش تقرا قوانين بس، حل كتير قوي. ولما تغلط ما تشوفش الاجابه وتقول اه فهمت، حاول تعرف انا غلطت ليه، لان ده اللي هيمنع الغلطه تتكرر وهيترسخ في دماغك الاجابه الصح. فبالتالي بعدين لما تشوف سؤال مشابه ليه هتعرف تحله. طبعا انا في الفيديو ده مش هغطي كل حاجه في المواد، لان انا اصلا عامل لها فيديو مخصوص فاستنوه. نيجي بقى للاي كيو، وده ماده ناس كتير بتكون متوتره منها لانها مختلفه عن المواد اللي اتعودنا عليها في المدرسه.
في امتحان 2025 اللي هو انا امتحنته السنه اللي فاتت كان عندنا 35 سؤال في 40 دقيقه. حرفيا انا كنت باخد مع سفير كلهم كانوا مختلفين، ما كانش فيه ولا سؤال جاي من سفير غير هو سؤال واحد بس حرفيا. ف يعني الاي كيو وكلها افكار جديده برضو، فيعني عايزه بس ابين لكم ان هو كان في اليوم بتاعي كان في كل الاسئله حاجات جديده وكده. فبيعتمد بشكل كبير قوي على التفكير واكتشاف العلاقه والانماط وحل المشكلات، ما تعتمدش ان انت تبصمج. لو انت بتاخد يعني مع سفير ما تعتمدش على كده خالص. فزي ما قلنا كده هو بيعتمد اكتر على التفكير، فمش بالضرورة ان انت تكون حافظ المعلومة عشان تحل السؤال. ممكن السؤال يكون قدامك لأول مرة والمطلوب انك بس تفهم الباترن او العلاقة اللي موجودة وتوصل لإجابة. وعشان كده التدريب مهم جدا جدا جدا، كل ما تشوف انواع مختلفة من الأسئلة كل ما عقلك يبدأ يتعود على طريقة التفكير دي. طيب هل لازم بقى اكون عبقري عشان احل الاي كيو؟ لا خالص. ودي نقطة مهمة جدا، ما تخليش كلمة اي كيو تخوفك. انت مش مطلوب منك تدخل الامتحان وانت شخص خارق، المطلوب انك تتدرب وتفهم طريقة التفكير وتكون هادي وانت بتحل. اهم حاجة تكون هادي وما تقلقش لو قابلك كذا سؤال ما تعرفوش، لان ممكن التوتر ده يخليك ما تحلش اي سؤال حتى لو انت كنت حله قبل كده وعارفه. ممكن جدا تلاقي سؤال شكله صعب في البداية، لكن بعد ما تفهم الفكرة وتدي لنفسك فرصة تفكر تكتشف انه كان ابسط مما توقعت. هل الامتحان بقى كله صعب؟ لا. ودي حاجة من الحاجات اللي حابة اوضحها. ما تخليش حد يقولك امتحان ستيم مستحيل فتدخل مرعوب، وفي نفس الوقت ما تخليش حد يقولك ده سهل جدا ذاكر يومين وخلاص وهتقفله. الاتنين غلط. الامتحان محتاج استعداد وفي اسئله محتاجه تفكير، لكن لو ذاكرت كويس واتدربت ودخلت هادي هتكون فرصتك افضل بكتير. اهم حاجه ما تقارنش نفسك بغيرك. ممكن تسمع طالب لو امتحن مثلا يوم قبلك او فتره قبلك يقولك انا حليت الامتحان كله، وحد تاني يقولك الامتحان كان صعب جدا، حد يقولك الماس كان سهل، حد تاني يقولك الماس كان صعب. فما تخليش الكلام ده يأثر عليك. كل واحد ليه نظرة مختلفة، فانت ما اسمعش اي كلام من ده خالص، لان تجربتك انت ممكن تكون مختلفة، مستواك مختلف، طريقة تفكيرك مختلفة، حتى الامتحان نفسه بتختلف صعوبته من يوم ليوم او من فترة لفترة. فانت ما تركزش خالص على اي حد، ركز على نفسك وان انت تكون مستعد بافضل شكل. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ لو انت بتشوف الامتحان ده والامتحان قرب، انا عارفه ان انا بعمل فيديو ده متاخر، سوري بجد، بس هو فعلا الامتحان حرفيا باقي عليه اسبوع. فما تبداش تدخل في حالة هلع، ما تقولش انا لسه ما ذاكرتش كل حاجه، ولا تحاول تفتح 100 مصدر جديد على الجروبات اللي انتوا فيها. طبعا في مليون درايف بينزل. فانت دلوقتي محتاج تكون مراجعه ذكيه، تراجع الاساسيات، تحل اسئله، تدرب نفسك على الوقت وتراجع الاخطاء. ما تنساش ان الهدف مش انك تكون عارف كل حاجه في الدنيا، الهدف انك تدخل الامتحان مستعد قدر الامكان. وهنا نقف بقى عند نقطه مهمه جدا، ان بعد ما عرفت الامتحان بيتكون من ايه، المواد ايه، وعدد الاسئله والوقت وطبيعه الاسئله وايه اللي ممكن تتوقعه، اكيد السؤال اللي في دماغك دلوقتي هو طب اعمل ايه بقى في الاسبوع الاخير قبل الامتحان. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية. هعمل لك خطة مراجعة للاسبوع الاخير قبل اختبار القبول، هتراجع ايه وتبدأ بأنهي مادة وتركز على ايه وتحل ايه، كل حاجة. وايه الحاجات اللي ما تعملهاش في الاسبوع الاخير برضو، خصوصا ان المرحله دي مش وقت انك تبدا من الصفر او تشتت نفسك بمصادر كتير. دي فتره لو انت استغلتها كويس هتطلع بافضل نتائج حرفيا. ونسيت اقول لكم ان انتوا متاح ليكم ترتبوا المواد في اختبار القبول. يعني مثلا في ناس بتختار ان هي تمتحن علوم الاول، بعدها رياضه، بعدها انجليش، بعدها اي كيو. ناس تانية بتختار مثلا تبدا بالاي كيو. فانا برضو هقول لكم ايه الترتيب الاصح من وجهه نظري وايه اللي انا عملته. ده برضو هيكون في الحلقه الجايه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى اكون قدرت اوضح لك شكل اختبار القبول بتاع ستيم بشكل يخليك تدخل وانت فاهم انت داخل على ايه بالظبط، وبدل ما تدخل وانت متخيل اسوأ سيناريو ممكن، او حاطط في بطنك زي ما بيقولوا بطيخه صيفي كده اللي هو عادي ايزي. افتكر دايما ان الامتحان محتاج استعداد لكنه مش مستحيل. ذاكر، اتدرب، نظم وقتك، وادخل وانت عامل اللي عليك. لو عندك اي سؤال عن الاختبار اختبري في التعليقات، خصوصا لو في حاجه لسه مش واضحه بالنسبه لك احاول احطها في الفيديو الجاي واتكلم عنها. طبعا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتبعت الفيديو ده للراغبين برضو او اي جروبات راغبين عشان كله يستفاد، لان الفيديو الجاي هيكون مهم جدا حرفيا لاي حد بيحضر اختبار القبول. وهيكون عن اصلا اسبوع المراجعة ونعمل ايه في كل يوم. وبعد كده هنعمل فيديو كمان عن يوم الامتحان نفسه، تاخد ايه معاك، تعمل ايه قبل ما تدخل، تعمل ازاي مع كل مادة وانت في الامتحان، والوقت والاسئلة. اشوفكم في الفيديو الجاي. متنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.